لما دخلوا علينا في الليل حدود الساعة 2 تقريبا بلشوا قصف على المنطقة هون. قصفوا علينا على الدار، كان الدار هاي من جوا تفوت تطلع من فوق مخرخ، يعني الحديد محزق وكله محروق. بعدين هذا الشارع هم فتحوا جديد، فتحوه خصوصي بس مشان يجوا يدمروا الدار هون. خلع الشجر وخلع هذا وفتحوا الارض وشغل. مشكلة أنا عندي إلي شهيدين، يعني في الشهيد عماد من 4 سنين والشهيد ناصر ميلو من شهر 8. بعدين عندي أولادي كلهم بالسجن، أولادي يعني والحمد لله رب العالمين. يعني هياتهم هدموا هذا، نحمد الله على كل حال. شو بدنا نقول؟ ما فيش لنا غير كلمة الحمد لله رب العالمين، والله هو وكيل وقادر يغير كل هالوضع هذا الموجود فيه. ربنا قادر. قالوا يعني مش مخربين برا؟ قلت لهم لا، هي نايمين اولادي فعلا فاتوا في الشبحات، ولا بقولوا بدنا فلان، يعني بدنا ابنك عصام. قلت لهم عصام مش هون بالشوط. قالوا لا مين في هون؟ قلت لهم اولاد التنين هياهن هون. قالوا طلعوا هيك ولا هن بيقولوا احنا هاي بدنا نفتح من هون. تعالوا افتحوا من المطبخ، تعالوا افتحوا من الغرفه، تعالوا افتحوا من هون، ما رضيوش. خنعت خبر للجيران ما رضيوش، اللي قالوا بدنا نفتحها اجوا جابوا هالعده وصاروا يدقوا فيها بيجي ساعة، من الساعة 11 للساعة 12 يدقوا فيها، ما خدوش يعني لا حق ولا باطل، ما خزقوش إشي. أنت شايف الأوضاع، أنا ما بحبش يكون شهيد، كل يوم شهيد هيك حكوا هيك، بعرفش. بدنا نطالب توجيه هو لسه. كان الجيش هون عند دار جيراننا، وكانوا الشباب المطاردين بالحارة وهو كان معاهم، يعني مش يعني معاهم انه يقام او شيء. بس فجأة كنت لسه حاكي معاه انا على التليفون ومسكر معاه. من بداية تاريخ شعبنا الفلسطيني وهو يعاني من بطش الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، خاصة في ظل المجازر الصهيونية الذي يرتكبها بحق شعبنا بشكل يومي. وهذا يتطلب منا كشباب فلسطيني أن ندافع عن حرمة شعبنا، أن ندافع عن كرامته وعن حقوقه، ويتطلب من جميع الجهات والمؤسسات أن تدافع عن هذا الشعب الذي يناضل طيلة حياته. أول مرة لا جاي بركض بحكي لي تصاوبت، بجوز هيك 6 أو 7 ونص، هيك على 6 أو على 7. لا جاي بحكي لي تصاوبت، سلمى في دم علي، بحكي له لا فيش إشي، فيش. طلع دقيقة فيش، يا دوب وصل للدرجة اللي هو جاي الولد الصغير بحكي لي ابنه عليه، هم يعني حتى بيعرفوا أكتر مني. لما حملوه ونزلوه تحت اليهود ما خلوهمش يحطوه في الإسعاف دغري. بالطبع هذا يتطلب منا كفلسطينيين وكشباب نشاهد بشكل يومي دماء أطفالنا، نشاهد بشكل يومي هدم منازلنا. هذه المجازر كلها توحي فينا وتصب فينا وتدينا الدافع والقوة للوقف أمام هذا البطش الصهيوني. نحن كشعب مثقفين، كشباب مثقفين، نحن لا نريد الدم، ولكن هذا الاحتلال الصهيوني أبى أن لا يكون إلا همجيا، ويمارس الخطط الإمبريالية الصهيونية الذي لا تجدي نفعا إلا خرابا عليه وعلى مستوطنيه. فنحن في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ندافع بكل قوة عن حقوقنا وعن مطالبنا الشرعية منذ تاريخ الشعب الفلسطيني.